اليوم مساء اليوم بتاريخ 24 شهر أكتوبر 2019، وإن شاء الله تعالى الموضوع الذي نناقش فيه هو تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الطلاب نفسيا واجتماعيا وعلميا. ويشارك يعني في الندوة أو في النقاش الطلبة الذين تخرجوا من هذا القسم، قسم الدبلوم الوسيط برنامج اللغة العربية. وبالسؤال الأول اللي هو برأيك لماذا أسست وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل أسست لأغراض تجارية أم لأغراض دينية أم لأغراض سياسية؟ أنا أرحب أولا الطالب، تفضل أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا نحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذه الفرصة. الحمد لله. قبل كل شيء أول أن نوعي أننا نضيع وقتنا أسأل عنده في الجوالات، مرة يستفيد ولا مرة يضيع الوقت، يشغلنا أشياء كثير، لكن لازم نحن نستخدم على الطريقة الحسنة، أو كيف إذا نسوي جدول نرتب، وإذا كان في شيء هناك فائدة ندخل ونستفيد مثل البحوثات والمراجعة مع طلابنا بيننا، ونوعي نتكلم معهم أشياء مهمة. إذن الأسئلة التي تتبادر هي إلى أذهاننا هي: ما هي الآثار الأخلاقية التي تأتي من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله. اسمي حسن أحمد علي، تخرجت من دبلومة العربية من جامعة الضاهة. بسم الله. السؤال هو: ما هي الآثار الأخلاقية التي تأتي من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ الآثار لها آثار كثيرة ولها إيجابات وسلبيات، ومن إيجاباتها أن لها نفع كثير للمسلمين وللمجتمع كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأساتذة والإدارة والطلاب وهذا الجمع الأشراف والشرفاء. أنا فرتون أحمد جامع، طالبة تتخرج من اللغة العربية. وحول هذا الموضوع أرى أن وسائل التواصل الاجتماعية هي سيف ذات حدين، حد إيجابي وحد سلبي، وكل يستعمل أي حد شاء. ونحن كطلاب نستخدم هذه الوسائل هنا في مقدشو، وأستطيع أن أدرس درسا مباشرا من أي مكان، من أمريكا، من السعودية، أو من الإمارات، أو من القاهرة في مصر. لهذا نستطيع لها إيجابيات كثيرا ومفيد جدا. نعم. بعدين كالإدارة حقيقة أنا لا أستطيع أن أتكلم اللغة العربية جدا، ولكن أستخدم يعني شوي لكي يعني أمثل إدارة الجامعة أو لكي أختتم يعني هذه الدورة إن شاء الله. حق الإدارة نفضل ونرحب كمثل هذه البرنامج وبرنامجات أخرى التي نشاركنا معكم، يعني إحياء لغة عربية. يعني إحياء لغة عربية شيء مهم، لأنه اللغة العربية هي لغة القرآن، يعني لكل شخص عليه أن يتكلم أو يعرف اللغة العربية جدا.